السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر واشم ودي قناه تعلم تي في. كتير من الفيديوهات اللي كنا بننزلها على الشانل هنا في قناه تعلم تي في عن تحديد الاهداف وعن الاستراتيجيات بتاعه تحديد الاهداف وعن التايم مانجر او اداره الوقت وعن حاجات كتير جدا في كيفيه اداره الوقت وعن كيفيه اداره الاهداف وحاجات كتير جدا اتعلمناها في الشانل هنا. ولكن الفيديو ده نوع مختلف من الفيديوهات اللي انا عايز اقدمها، الا وهو ظاهر قدامكم دلوقتي خطوات بسيطة لتجلب لك التعاسة. لو فتحت السوشيال ميديا هتلاقي عدد كبير جدا من الفيديوهات اللي بتحكي عن التطوير وعن الاهداف وعن التايم مانجر وعن ادارة الوقت وعن كيفية جعل الحياة اكثر سهولة في ادارة الوقت وتحديد الاهداف، وعن حاجة اسمها البلان فيوتشر او الخطط المستقبلية. ولكن في الفيديو ده انا مش جاي اعلمك ازاي ان انت تحدد اهدافك زي قناه احمد ابو زيد او قناه محمود اسماعيل او قناه تعلم تي في. لا، انا مش جاي اعلمك كده النهارده. انا جاي النهارده اديك بعض الخطوات البسيطه جدا اللي انت ممكن من خلالها تكون تعيش في حياتك باقل مجهود واقل وقت. لو فتحت السوشيال ميديا هتلاقي عدد كبير من الفيديوهات دي، كذلك بتوع التنميه البشريه اللي بيحكوا عن كيفيه جعل الحياه اكثر سهوله وان انت ازاي تدير وقتك وازاي تدير اهدافك والحاجات دي كلها. ولكن في الفيديو ده انا هديك دليل شامل في كيفية جعل نفسك تعيس في اقل وقت واقل مجهود. فتابع معايا الفيديو ده للاخر وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول خطوة، حاول دايما ما يكونش ليك هدف في الحياة او يكون لحياتك معنى. بص، من الصعب جدا انك تلاقي شخص تعيس في حياته عنده هدف او لحياته معنى، يعني حاجة عايش علشانها. عشان كده الخطوة الأولى اللي أنا دايما بنصح بيها إن أنت لو كنت عايز في حياتك حاول إن أنت ما يكونش ليك هدف، ما يكونش ليك هدف في الحياة. ودايما وأنت بتحط الخطط بتاعتك أو الحاجات اللي أنت عايز تحققها حاول دايما تحطها إن هي غير قابلة للتحقيق، إن هي عمرها ما هتتحقق. كذلك حاول تحطها دايما على المستوى البعيد، وحاول دايما تقضي على أي حاجة باين فيها بذور الطموح أو إن هي ممكن تنجح. عشان كده الخطوة الأولى من خطوات التعاسة، حاول تجعل لحياتك غير معنى، ان هي ملهاش اي معنى، مفيش حاجه انت عايش علشانها، كذلك مفيش هدف بتسعى ليه كل يوم. الحاجه الثانيه او الخطوه الثانيه، حاول تجعل نومك عشوائي وكذلك حياتك عشوائيه. من الصعب جدا برضه ان انت تلاقي شخص تعيش في حياته مستقره. حاول دايما ان هو بيعرف يدير وقته ازاي، بيعرف ازاي يبدا يومه ازاي، بيعرف ايه الحاجه اللي هيبدا بيها يومه وايه الحاجه اللي هينتهي بيها يومه. عشان كده نصيحتي ليك، الحاجه الاولى حاول انت ما تحطش جدول يومي. الحاجه الثانيه حاول انت ما تحطش جدول اسبوعي. الحاجه الثالثه حاول ان انت ما تحطش اي خطط خالص خلال اليوم. حاول دايما تكون حياتك عشوائيه. عشان كده اكتر الناس التعاسه في الحياه هم الاشخاص العشوائيين اللي ما بيعرفوش يديروا وقتهم ازاي وكذلك اداره اليوم ده ازاي. عشان كده حاول دايما لو انت عايز تكون تعيس حاول دايما تكون حياتك عشوائيه، كذلك نومك عشوائي. حاول دايما تتاخر في النوم، تنام بعد الساعه 12 او واحدة. حاول دايما ما تكونش ليك ميعاد نوم تصحى فيه ويوم او يوم ليك تصحى فيه ويوم تاني تقدر تدير فيه وقتك واحلامك والحاجات دي كلها. عشان كده دايما حاول انت ما يكونش ليك اي خطط في اليوم خالص ويومك يكون عشوائي. الحاجه الثالثه او الخطوه الثالثه، حاول انت ما تمارسش الرياضه وكذلك الحاجه اللي ممكن تديك الاندروفين او هرمون الاندروفين. الرياضه عموما بتزيد من معدل هرمون حاجه اسمها الهرمون الاندروفين. هرمون الاندروفين ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن السعاده، كذلك مسؤول ان هو يظبط نومك ويعرف يدير وقتك ازاي ويعرف يجلب لك السعاده ازاي. طبعا احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نكون تعساء في حياتك. عشان كده حاول دايما ان انت ما يكونش ليك اي نوع من انواع الرياضه. دي الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه، حاول دايما ان انت تقعد قدام التليفون اكتر قدر ممكن ان انت ممكن تقعد قصاد التليفون في اليوم. سكرولات بقى، تيك توك، انستجرام، فيس، سناب شات، ايا كان الحاجه اللي انت بتعمل فيها. حاول دايما تتابع اخبار صحابك برضه على الانستجرام وتشوف ان هم ناجحين ازاي. حاول دايما تشوف ان هم ناجحين ازاي وتقول جمله بشعريه جدا، ان شاء الله هعمل، بس مش دلوقتي. حاول دايما ترخي كده نفسك وتعيش وتتخيل ان انت ناجح بس انت بتحققش. حاول دايما انت تتخيل كده ان انت، احنا عايزين نكون تعاسه في حياتنا فاحنا ما بنسعاش للحاجه دي. فنحاول دايما ان احنا كده نتخيل ده انا عايز انجح، بس النجاح ده صعب، لا سيبك منه.
انا نفسي اكون على القمه بس القمه صعبه، لا اريح. وحاول دايما ان انت تقول لما تحس ظهرك وجعك وبدات عينيك تزغلل، حاول دايما تقول انا بس باخد وقت وبريح بس ايه ساعتين ثلاثه كده، اعمل سكرولات في السناب شات، اعمل مش عارف ايه الحاجات دي كلها. حاول دايما انت تدي اعذار لحياتك. عشان كده الخطوه الخامسه، حاول دايما حياتك تكون عباره عن اعذار. انت ليه ما بداتش؟ اصلا مش تعبان دلوقتي. طب انت ليه ما بتصليش؟ اصلا ما عنديش وقت. طب انت ليه ما بتزكيش؟ اصلا فلوسي على قد ومش عارف. دايما تحاول انت تجد اعذار لحياتك. اكتر الناس تعاسه في حياتهم اللي هم الناس المسوفين واللي بيجدوا اعذار لحياتهم. فحاول دايما انت تكون عندك عذر في اي حاجه. اي حد يقول لك حاجه يكون العذر دايما موجود. حاول دايما يكون العذر موجود. عشان كده الخامس حاجه ودي اهم حاجه، ان انت دايما عذرك موجود. دايما العذر بتاعك ده موجود. ما بداتش ليه؟ لا انا الحاجه دي مش مناسباني، لما اشوف حاجه احسن. فدايما حاول انت تجد العذر. الحاجه السادسه والاخيره، حاول ان انت ما تبداش اي حاجه في حياتك. الخطوة الأولى أو ما تسمى خطوة التغيير. خطوة التغيير دي مهمة جدا للناس اللي عايزين يغيروا حياتهم. واحنا هنا ما بنتكلمش عن تغيير الحياة، احنا هنا بنتكلم عن الأشخاص الأكثر تعاسة في الحياة. احنا دايما بنتكلم في الفيديو ده عن الأشخاص اللي عايزين يكونوا تعاسة في حياتهم. طب الشخص التعيس في حياته ده ما بيبدأش أي حاجة في حياته، دايما محاط نفسه بأشخاص سلبيين ما بيعملوش اي حاجه، طول وقتهم بس في السوشيال ميديا، بيتابعوا اخبار اصحابهم الناجحين، ما بيلعبش رياضه، ما عندوش هدف، دايما محوط نفسه باشخاص سلبيين. علشان كده الحاجه اللي انا دايما اقولها لاي شخص سلبي او اي شخص عايز يكون تعيس، تبداش اي حاجه في حياتك. خطوه التغيير الاولى دي دايما ما تاخدهاش، لانك لو اخدتها يعني في اهداف، والاهداف يعني في تعب، والتعب يعني في مشقه، والمشقه هتوصلني للنجاح. وانا مش عايز كل الدوشه دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا اريح دماغي وما اعملش اي حاجه. ده كل اللي انا عايزه. فعشان كده نصيحتي ليك، وانت فهمت انا عايز اقول ايه من الفيديو ده، حاول دايما تعمل كل عكس الحاجات اللي انا قلت لك عليها. قلت لك ما تعملش اهداف او يكون لك هدف في الحياه او لحياتك معنى. حاول دايما يكون عندك هدف بتسعى له. ايه الهدف اللي انت كل يوم بتصحى علشانه؟ ايه الهدف او اللي حياتك معنى؟ ايه الحاجه الوحيده اللي دايما بتخليك عايش؟ ايه الحاجه اللي انت عايش علشانها؟ الحاجه التانيه قلت لك حاول دايما يكون حياتك ما تكونش حياتك عشوائيه، وما يكونش نومك عشوائي. يعني ايه ما يكونش يوم عشوائي؟ يعني انت ليك وقت انت تنام فيه ووقت تصحى فيه. ما يكونش يومك كده ماشي من غير انت تعرف انت عايز ايه. لا ده صعب. ويكون ليك خطة يومية وخطة شهرية وخطة اسبوعية. الحاجات دي كلها مهمة. قلت لك لازم تلعب رياضة. انا ما بقولكش ان انا بيج رامي، انا ما قلتلكش كده، ولكن انا بقالي فترة حسيت ان في تغيير جدا جذري في حياتي من ساعة لما بدأت رياضة. حسيت ان في كده نشاط جديد بدأ في حياتي. دي الحاجة الرابعة، وقلت لك ان انت دايما تقعد قدام التليفون اكتر قدر ممكن في حياتك. قلت لك على الاقل 15 16 ساعة انت بتعمل سكرولات. لما تحس ان ظهرك وجعك وبدأت عينين تزغلل، حاول دايما تدي لنفسك مبررات. انا بس بريح، انا دايما مش عارف ايه. حاول دايما تدي لنفسك مبررات، ولكن بعد كده هتعرف ان اليوم اللي عدى ده مش هيرجع تاني، وان الحاجة اللي انت كنت بتتفرج عليها دي عبارة عن وقت صغير ومش هيتكرر تاني. فحاول دايما تجتنب صحتك قبل هرمك. ودايما تعرف ان الصحه دلوقتي عمرها ما هتكون زي بعد يوم زي بعد يومين. كل ما انت بتكبر في السن كل ما رينج الصحه بتاعتك بينزل. وقلت لك حاول انت يكون ليك دايما مبررات في حياتك. حاول دايما ان انت ما تكونش حاجه كل ليه حاجه مبرر. حاول دايما ان انت تحط نفسك في الواقع. حاول دايما ان انت ليه انا ما اكونش كده؟ انا ليه دايما بحط اعذار في حياتي؟ ما اسمع اكتر ما تتكلم. حاول دايما تسمع. حاول دايما تشوف انت غلطان في ايه، مش دايما حاطط مبرر لنفسك. وقلت لك حاول دايما تشوف خطوه التغيير الاولى. حاول دايما تشوف ايه اللي انت ما عندكش خطوه التغيير الاولى. ليه انت مش عايز تاخد خطوه التغيير؟ ايه اللي معطلك؟ ايه اللي انت الاشخاص السلبيين اللي انت محاط بيهم ليه محاط بيهم؟ ايه اعزل ده كله. حاول دايما تتغير. حاول دايما تشوف الست خطوات التعاسه دول وتجتنبهم. عشان كده حاول انت تجتنب كل التعاسه دي في حياتك. ان انت يكون ليك هدف، وان انت يكون ليك رياضه بتمارسها، وان انت يكون لحياتك معنى، او ان انت ما بتعملش سكرولات، او انت ما بتضيعش وقتك على السوشيال ميديا وكل الحاجات دي. عشان كده حاول ان انت تعمل الحاجات دي. في نهايه الفيديو حابب ان انا اقول لك نصيحه: الوقت اللي بيعدي منك ما بيرجعش تاني. عشان كده حاول ان انت تجتنب كل دقيقه وكل ثانيه. ولو كل بص الاحمد زويل عمل ايه حاجه اسمها الفيمتو ثانيه.
اغتنمها برضه. اشوفك على خير في فيديو جاي. ثانك يو فور واتشنج على المشاهدة. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. السلام عليكم.